متحف الشيخ فيصل بن قاسم الثاني. هذا المتحف الذي يعد أكبر متحف في العالم، متحف شخصي. طبعا فيه قرابة 9000 قطعة، قطعة من القطع التراثية والآثارية. طبعا المتحف هو عبارة عن عدد من الأقسام، وهذه الأقسام متنوعة. الشيخ فيصل بن قاسم الثاني فيه العديد من السيوف من الهند، من الخليج العربي، السيف العربي الأصيل اللي هو اسمه الجوهر، سيف الجوهر العربي الأصيل، الخناجر، خناجر عمانية وين من جماعة عمان، خناجر يمنية، وخناجر من الخليج العربي الكل. هذه السيوف، هذه الخناجر، هذه الدروع، وهذه البنادق والمسدسات العديدة والعديدة جدا. طبعا إذا كانت في مكان آخر في دولة أوروبية أو كذا، هذا القسم هو متحف قائم الذات، صح. لكن هنا في متحف الشيخ فيصل بن قاسم الثاني هو قسم من أقسام المتحف. حينما نتحدث عن الآثار والتراث والقطع الفنية، لابد أن نتوقف عن كل قطعة من القطع وتاريخ تلك القطع. الخشب له قصة في كل دول العالم تقريبا، وهنا في الدوحة في متحف الشيخ فيصل هنا قسم خاص جدا إلى هذه القطع الفنية المصنوعة من الخشب. وهنا عالمي خاص، عالم الفن التشكيلي. الله، هنا أبتهج حينما أرى الأعمال الفنية، وحينما أرى تلك اللوحات من مختلف الاتجاهات ومن مختلف المدارس الفنية. وهنا قصة أخرى من قصص هذا المتحف الجميل. كل جناح أو كل قسم من أقسام المتحف، طبعا لو بنلاحظ هنا قاعة السيارات، غرفة الصلاة، غرفة السفن، وهكذا هي القاعات الموجودة في هذا المتحف. متحف كبير جدا، وفيه العديد من القاعات. لا، شيء مختلف هنا. نعم، إنها قصة مختلفة تماما. كم عمر هذه السيارات يا ترى؟ طبعا متحف السيارات الكلاسيكية هو أيضا واحد من أهم وأشهر السيارات أو المتاحف الخاصة بالسيارات الكلاسيكية في العالم. سوف نأخذكم في رحلة جميلة جدا إلى عالم السيارات. الله، كدلك وما أجمل كذلك.
حياك الله وحفظك الله الشيخ فيصل. اسطبلات المها في مزرعة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني. طبعا الاسطبلات هي أيضا جزء من طبيعة المكان، ولما نقول اسطبلات يعني نقول هنا عالم مختلف لعوالم الخيول، وهنا نجد هذه الخيول وهذه الاسطبلات بطريقة جميلة وكأننا في متحف مفتوح. طبعا الناس هنا تأتي لزيارة المكان، تستمتع هي وأطفالها. الخيول في هذا المتحف وهذه المزرعة العامرة بالخير. الله يبارك له فيها ويبارك في جهوده وحبه لكل ما هو جميل، والخيل هو واحد من نقول الحيوانات الجميلة في عالم الحيوانات. ومن زاوية أخرى لهذا المتحف الجميل والأنيق، وهنا تأتي حكاية السيارات والوقفات الجميلة. نعم، إنها رحلة جميلة من أجمل الرحلات المعرفية إلى الدوحة. يعني تفضل.